أسس بالعربي. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في الفصل السابع من كورس المدرب الشخصي المعتمد من ICSA شرح بالعربي، الا هو بعنوان التقييمات الرياضيه. من المواضيع اللي هناخدها مع بعض النهارده رقم 1 Explain the purpose and importance of fitness assessment for a fitness professional. وهنا هنشرح الهدف من القياسات الرياضيه واهميتها بالنسبه للمدرب الشخصي ان يكون فاهمها بطريقه كويسه جدا. رقم 2 Describe the most common subjective assessment a personal trainer uses and the information they gather. يعني هنوضح هنا اكتر التقييمات المشهورة والشائعة يعني في الاستخدام واللي المدرب الشخصي لازم يجمع منها معلومات. رقم 3 Define static and dynamic posture assessment and example of each. وهنا هنتعرف على التقييمات الثابتة والتقييمات المتحركة مع بعض أمثلة كده على كل واحدة فيهم. رقم 4 Describe the most common body composition assessment used in fitness. وهنا بقى هنشرح أهم التقييمات أو القياسات لتركيب الجسم عشان نتعرف عليه، قد إيه دهون، قد إيه مية، قد إيه. هنشوف الكاليبرز وهنشوف عدة حاجات تانية براكتيكال منها وفي منها العملي زي الانبودي، هنشوف الكلام ده كله. رقم 5 بقى Name and explain common cardiovascular assessment used by fitness professional. وهنا بقى هنشرح التقييمات الخاصة والقياسات بتاعة الجهاز القلبي الدوري التنفسي وازاي تستخدمها بطريقة عملية في مجال التدريب بتاعنا. أما رقم 6 List common muscular strengths and endurance assessment and their purpose as fitness assessment. وهنا بقى هنتكلم عن تقييمات خاصة بالقوة العضلية والتحمل العضلي وهنشرح كل هدف من القياسات دي بيتعمل ازاي. يبقى ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ الحلقة. قبل ما تقابل اي عميل وتبدأ تعمل له اي تقييمات بدنية لازم كمدرب فتنس تجمع وتراجع المعلومات الصحية بتاعت العميل دي الاول، عشان لو عنده اي مشكلة ما تظهرش في التقييم، ممكن يحصل اصابة لو التقييم ده مش مناسب ليه. طيب ايه هي الاوراق اللي بنملاها؟ عندنا PRQ ودي مهمة، عندنا الميديكال هيستوري التاريخ الصحي والرياضي ده مهم، وعندنا اقرار المخاطر وده مهم جدا، و3 ايام عادات غذائيه وده مهم، وهنشرح كل ده بالتفصيل جوه الشابتر. الاوراق الاوليه دي مهمه ليه بقى؟ مهم طبعا كمدرب شخصي تجمع التاريخ الصحي والرياضي للعميل عشان تقدر تمرنه من غير مشاكل تحصل، وكمان يكون التمرين مناسب لمستوى الفتنس بتاعه. كمان عشان تقدم نفسك بثقه كبروفيشنال وتبني علاقه ثقه وتفاهم بينك وبين العميل، تفهم حدود جسمه ايه هي عشان ما تعملوش تمرين يبقى اقوى من شغله. كمان بتدي لك صورة شاملة عن صحة العميل ويومه ماشي ازاي، ان كان بيضغط في الشغل، ان كان طبيعة شغله طول اليوم واقف او قاعد، على اساسه تبتدي تحط التمرين من غير مشاكل. بشكل اساسي بقى التقييمات هنا ICSA مقسماها لنوعين. اول حاجة التقييمات الذاتية اللي هي اسمها السبجكتيف اسسمنت، وهقول لكم ليه اسمها ذاتية، عشان دي اي حاجة المدرب بيلاحظها على العميل. أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Megahype, founder of Oso's Bella Rabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way, through Zaynab to nutrition